الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق ساهمت في ارتفاع منسوب مياه بعض الأنهار، كما هو الحال بجماعة أورير التي يعاني سكانها صعوبة في التنقل بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي تمراخت. ساكنة 5 دواوير تظل حبيسة في الضفة الأخرى حتى ينقص منسوب المياه. روبورتاج فاتن خضري، عبد الهادي السكيبي وإبراهيم بجيلة. ليس أمام هؤلاء من حل سوى الانتظار إلى أن يخف منسوب وادي تمراخت الذي يفصلها عن بقية أوصال جماعة أورير، ليلجأ بعد ذلك الفتية والشباب أو من ساعدته عافيته من ساكنة 5 دواوير لقطع الوادي مشيا على الأقدام. هاد الناس هادو ملي كيعرفوا كتكون الشتاء كيديروا الاحتياط ديالهم على مدة 4 أيام 5 أيام، كيدوا القشط ديالهم. ملي كيفوت الواد ديك الساعة مساكن يلاه كيقطعوا الواد، فهمتي. واللي جاب الله ما كيعرفوش الشتاء واش كانوا هذاك الشيء، ما كيديروش الاحتياط ديالهم، راه كيتكرفسوا. 5 دهور اللي هما كتشوفوهم حاليا محاصرين بفعل واد تمراخت. يومين هذه الناس كتعاني، الدراري ما كيقراوش، عديد من حاجات العمال الناس اللي خدامين ما كاينش. وسام هذا الواد كيخلينا محبوسين محاصرين، ما كاين حتى شي حل. كنطالبوا حنا المسؤولين دابا غير إنشاء قنطرة ولو ممر خاص بالراجلين. تلاميذ المستويين الإعدادي والثانوي بالمنطقة بدورهم في عطلة مدرسية ممددة بفعل واقع يتكرر كلما أمطرت بسخاء سماء المنطقة. لحد جينا لهنا ولقينا لي واحد حامل من الفوق ويجي جاي عايج، وحنا جلسوا عندنا واحد شي ناس هنا، واليوم كاع ما مشيت للمدرسه، وشحال من دري هنا من فاميلتي كاع ما مشاو للمدرسه. حنا كنقراو في التحت، ما كنقدروش نمشيو كاع للمدرسه، فاش كيكون الغيس وكتكون الشتا كنجلسوا ما كنقدروش نمشيو. المطلب الوحيد والاستعجالي للساكنة التسريع بإحداث قنطرة تضمن لهم عدم توقف السير العادي ليومياتهم، وألا تحول في أعينهم نعمة المطر إلى نقمة.